عيطوا لنا نروحوا سبتهم اللي ردوها لهم في 48 ساعه. عندهم 4 جدارميه ثم سبنيول فرماو عليهم الحدود. عاود ما سمعتش مزيان، عافاك عاود. عيطوا لنا نروحوا سبتهم اللي ردوها لهم في 48 ساعه. عندهم 4 جدارميه ثم سبنيول فرماو عليهم الحدود. يعيطوا لنا 48 ساعه ردوها لهم. ياك سيدي 48 ساعه غادي تحرر الناس بتاو من ليبيا. فاش كان المغرب تيحارب البرتغال والاسبان والافرنج والبيزنطيين، نتوما استدعيتوا الجيش العثماني، صيفط لكم الجيش الانكشاري دخل الجزائر، وما كانت سميتها الجزائر، كانت سميتها نوميديا. قتل لكم الحاكم ديالكم، ورد لكم العيالات ديالكم جواري، ورد لكم الرجال ديالكم كيسرحوا في الجبال. زيدك ولا بركه. ولا بغيتي تعرف شكون هو المغرب، سير سول على شيشيليا في ايطاليا، وسول على البندقيه، وسول على الاندلس، وسول على اشبيليا في اسبانيا، وسول على، ولا بغيتي تعرف كاع بالمغرب مزيان سير دخل سول على القصر الحمراء. يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا. ولله الحمد سبحانه وتعالى، فقد انكشف الغطاء قيمته البشرية وقيمته. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا بألف خير. شكرا للدعم ديالكم للقناة. ما نطولش عليكم، نيشان نمشيو للفيديو، نشوفوا الفيديو الاول. شوف سيد الرئيس، هذوما كامل الشعب مغبون يحوس على السميد. شوف هاي هذوك ايش معاهم انت؟ هاو قالوا ديجا حتى ل 12 باش ايه. شوف اللي غادي تحرر لنا سبتاو من ليبيا في 48 ساعه. الشعب ديالكم شنو كيشد الصف على الطحين. الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر، العالم كله عارفها باللي قوة جهوية، باللي قوة تجيب السلام في المنطقة، باللي قوة جابت توازنات في المنطقة. بعد مجهود كبير وشاق شفنا شكار حليب. با ندوزو شكار حليب. Oh my god. سبحان الله على هاد القوه الهاربه، والناس فرحانه حيت شاده كاك شكاره حليب. باكي هاد الحليب كاك هو شكاره حليب، فرحانين حيت شادين الحليب. راه حنا في المغرب ما كنشدو الصف لا على حليب ولا على خبز ولا على حتى شي حاجه. القوه الهاربه. معك الرحله لماري للمروك العدو الاول وزدني الاخرين يا لا حول ولا قوة إلا بالله. وشتي في الجزائر واخا الحماق ما كينساوش بأن المغرب هو العدو اللدود ديالهم بقوة ما دخلوها لهم من الصغر وفي المدرسة وفي أي بلاصة، دخلوا لهم بأن العدو ديالهم هو المغرب. يا ودي حنا ما كنحسبوكمش أعداء ديالنا، والمغرب ما تيحسب حتى شي دولة عدوة ديالو. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يشافيك. ثم وقت الثورة الإخوة المراكشين والله كانوا في جنبنا يعني، وعملوا المستحيل يعني في والملك محمد الخامس لا ننسوا ابدا، ما في جزائري اللي ينسى يعني يدو البيض علينا. واحد المعلومه بغيتكم تعرفوها، بان الناس من 40 سنه فما فوق هادو هما الناس اللي كيعرفوا القيمه ديال المغرب، وتيعرفوا بان المغرب ماشي هو العدو ديالهم. اما هاد الجينيراسيون اللي طالعه 20 عام 26 عام، هادو رسخوا لهم في المدارس وفي المناهج المدرسيه وفي الاذاعات ديالهم الرسميه وفي القنوات بان العدو ديالهم هو المغرب. ولكن هذا الشيخ هذا سمعوا شنو غادي يقول. هذا الشاب من ريف تاع المسيله، نريد منك يا شيخ ان تحدثنا عن جهنم. يا الله يستعان، واش بك اخويا في رمضان تحب تسمع جهنم؟ الناس حابه تسمع الجنه ورحمه، انت حاب تسمع جهنم، وانت ويك خرجت من جهنم باش نحكي لك انا على جهنم. Oh my god. جهنم فيها العقاب وانتم اكو عايشين مع العقاب. جهنم فيها الضيق وانتم عايشين في الضيق، بيت وكوزينه وعايشين في الزنق. جهنم ما فيها لا ماكله لا خير لا رحمه، وانتم وين؟ شوف كيف حالكم. ناس تاكل بيد زبل.
الدراهم ما بقاوش والازمه راها هنا والمشاريع حبست اي اون فا بلي لونسي دو لوجمون اللي دا واللي ما داش طفرت في دورته الحادية والثلاثون. انا عايز جمله مفيده. اتمنى ان شاء الله باش يوفق. ناس تاكل بيد زبل، ناس عايشه مع الطبات مع العقاب مع الحنوشه، وانا نزيد نحكي له على جهنم او عايش في جهنم. يا وهذا سوء التسيير. انا من خارج علاه مانيش ضد الاستيراد وما نمنع الجزائري من حتى شيء، اللي حبها الجزائري تستورد ليه تجي. الحقارين راهو دخل الناس لجهنم قبل يوم القيامه، قبل يوم القيامه. لو كان تجبدوا صفات جهنم مثلا جهنم سوداء ما فيهاش ظهر الحق وزهق الباطل. ها هو امام ديال المسجد التلفاز ديال الجزائر هو كيرد عليهم. جهنم سوداء ما فيهاش الضوء، وانتم تيسي تقدر تنقطع اغلب الليالي اكو تجوزوها سوداء ما عندكمش الضوء. Oh my god. الفيديو وصل للنهايه ديالو، شكرا على المشاهده. ما تنساوش تدعمونا بلايك وباشتراك وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع العائلات والاصدقاء ديالكم. شكرا، الى فيديو قادم، السلام عليكم.